عم اسمعك. ما عندي شي قوله. ايه برو، عم اسمعك. أنا ما بدي أحكي. وأنا بدي إياكي تحكي. بدي إياكي تحكي لي كيف عملتي شغلة غبية كل هالقد مثل هي. وأنت ليش استخفيت فيني كل هالقد؟ جوابي بسيط كتير. أبوكي كان واحد خاين، ولأنه هذا مو ذنبك سكتت وسكرت على الموضوع. وليش لصدقك؟ لأنه الناس يلي بيكذبوا بيكون عندهم شي يخسروه، أنا ما عندي. يعني ما بتخاف تخسرني؟ بتقصر فيي وانت عم تطلعي بعيونه، وبعدين بتسأليني إذا بخاف أخسرك؟ ماني خايف، وإذا في حدا لازم يخاف هو انتي. انتي لازم تخافي إني أقتلك. مو خايفة. طبعا ما حتخافي، طالما انك حاملة طفلي ما حتخافي من شي ابدا، وما حتخافي من انك تقوصر فيي. مين يلي قال لك انه عبد الحي عملها؟ ما حدا قال لي شي. ايه برو؟ غبية، ما شفتي يلي وقعوكي بالفخ؟ ما شفتيهم كيف استغلوكي وضحكوا عليكي؟ كل همهم يحرقوا لي قلبي. كيف بتصيري أداة بإيديهم؟ بدل ما تحكي هالشي هلأ كنت احكيه من الأول. انت ما بتقدري تعلميني شو احكي وامتى. وانت ما بتعلمني شو لازم أعمل. ادعي للطفل يلي ببطنك. ما في ببطني طفل ولا شي. شو؟ ما في طفل ولا شي. نزلت الولد. أنا ما بدي أحمل ولد من قاتل أبي. ضبي غراضك.